السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم واحد المكون كاين كيتباع في السوق، بغينا نجربوه معكم باش حتى الا عجبكم حتى نتوما تجربوه. الرايب الطبيعي. يعني شنو هذا؟ الفائده ديالو انه كيكون سهل في الاستعمال ديالو، يعني دغيا كيوجد. كنستعملوا مثلا هاد الكرتونه هاد العبوه كيجي بحال الفلان، وكيتباع بالثمن ديال الفلان. انا شريته ب 350. اعتقد داونيت البقاقه كيبيعوه 4 دراهم. كتستعملوا مع الحليب. هاد العبوه هذه 4 دراهم كتستعملها مع نص لتر د الحليب. كتعملوا في الكميله وكتكب عليه الحليب البارد وكتعملوا فوق النار مع التحريك. ما كتبطلش طبيعه الحال التحريك، غير كيغلى كتعملوا في الكيسان ديالو. عمل 2 كراطن وعندي 2 د العبوات ديال هذا الرايب هذا، وغادي نجربوا معكم. اول مره صراحه لا باقا ما ذقتوش، اول مره غادي نجربوا. بغيت نجربوا معكم ومن بعد نعطيكم النتيجه، يعني كيفاش صدق لي، واش مزيان او لا ماشي مزيان. دابا نشوفوا الطريقه. كنفتحوا العبوه ديالنا، فتحته بالمقص، غادي تخويه في الكامله. فيه السكر ديالو، فيه كل شيء، ما كيجيش نيت حلو بزاف. وفيه هذا فيه الريحه ديال الزهر، يعني زهره البرتقال، فلور دو اورانج. هذا اللي جبرت انا في السوق صراحه. يمكن كاين شي نكهات اخرين ما نعرف، انا جبرت غير هذا في السوق. هي هذا اللي فيه زهره البرتقال. غادي نعمل 2، يعني يطرد الحليب. بسم الله. وكتكب مع التحريك. وغادي تعملوا فوق النار. نار هادئه شويه، وتزيدها كتحرك بحال اللي كتعدل صلصه البيشاميل، بحال اللي كتعدل فلان نيشان. غير كيغلى كتعملوه تخويه في الكيسان وكتستناه يعقد. كتخشيه في مباشره في الثلاجه وكتخليه يعقد. وملي يوجد غادي ندوز معكم باش غادي نشوفوا النتيجه، واش مزيان او لا. صافي دابا ها هو غلا. غادي نحيد منه واحد شويه باش غادي نجربوه بالطريقه اللي مكتوبه في الوصفه. يعني واحد كرتونه ديال الرايب، نص لتر الحليب. انا غادي نعمل واحد التجربه ديالي واجتهاد ديالي. غادي نعمل مثلا كرتونه وحده، مثلا 2 كراطن الحليب، وغنشوف التجربه. غادي نحيد واحد شويه كيف الطريقه ديالو واش غنجربوا، وغنرد عليكم الخبر. خليه حتى يبرد. وغادي نضيف نص لتر الحليب على هذا الحليب اللي عملنا والرايب، وغادي نردو على النار. لان انا الا عدلت الرايب طبيعي ضانون واحد كيمكن له مثلا يقدر يعمل لي 2 لتر ديال الحليب نعدل به الرايب ضانون واحد. وبهذه الطريقه هذه يعني الرايب كيطيح ماشي طبيعي، وفي نفس الوقت كيطيح نغاني. انا غادي نجرب غير كرتونه وحده، يعني هي اللي تخمر لي ديك الرايب كامل. يعني نقدر نعمل واحد في 2 ديال لترو، يعني 4 كراطن د الحليب. وغيكون هذه هي الخميره اللي كنعملها في الرايب فقط، من غير فعيط دانون غنبدلو بالرايب. دابا غادي نرد هذا على النار ونرجع عندكم. صافي هذا دابا غادي نعملو في الثلاجه يبرد باش غادي نجربو بالقياس اللي عطاونا هما في الوصفه. وغادي نرجعو باش غادي نخويو اخر في الكيسان. صافي دابا هو غلا. دابا غنخويوه في الكيسان. بسم الله. شو قصة هذا
هذا الشاب من وين جاء بالضبط؟ هذا الشاب قصته تبدا من اسبانيا، بالتحديد من مدينه اسمها ليونارس. شرطه المنطقه هذه تلقى اتصال من شخص يقول انه شاف ولد قاعد بروحه في الشارع تحت المطر، وواضح انه دابا غادي نجربو الرايب اللي معدل بكرتونه وحده. وبنص لتر د الحليب. بسم الله. معايا اخر اللي فيه الحليب زايد. تقريبا نفس المذاق. بالصحة والراحة. الصراحة ما عجبنيش. الرايب الطبيعي كيجي احسن من هذا، كيطيح اقتصادي ولذيذ وطبيعي. هذا صراحة الله صراحة الله ما عجبنيش.